عندي مشكلة تخص ابني عنده 15 سنة. هو في الدراسة مادة الساينس بياخد فيها درس، بس مدرسة المادة شديدة جدا جدا وممكن تهين الطالب قدام زملائه، وده طبعا مأثر على نفسية ابني ومش عايز ياخد معاها أبدا. بس هي مدرسة فوق الممتازة، وإنه ما ياخدش معاها ده خسارة. أعمل إيه وأقنعه إزاي؟ أنا هتكلم بصراحة، أنا مش موافقة إن ابن حضرتك ياخد درس مع مدرسة شديدة وممكن تهين الطالب قدام زملائه زي ما حضرتك بتقولي. معلش يعني مع احترامي، في مدرسين كتير جدا شاطرين برضو وفي منتهى الاحترام، وأنا هنا بأيد رأي ابن حضرتك إنه ما ياخدش معاها مهما كانت شاطرة. أولا لو حضرتك ضغطتي عليه وراح وحصل موقف وحش وهنته ولا شدت عليه قدام زملائه زي ما حضرتك بتقولي، ابنك هيبقى متضايق منك جدا، وفي حتة كده في علاقتك بيه هتتكسر. ثانيا هتلاقي اللي بيدور في دماغه ان هي ازاي ماما بتضغط عليا ان انا اروح وانا بقول لها دي مدرسة جديدة وبتضغط علينا وممكن تهزق الواحد قدام زمايله، يعني ماما موافقة ان انا اتحط في الموقف ده؟ فهتلاقيه متضايق منك وممكن يتعصب وانتي ما تبقيش فاهمة هو ماله. وتالت نقطة بقى، كلمة مني ليكي كأم، هو ايه اهم عند حضرتك، ان ابنك يجيب درجة حلوة في الساينس ولا صحته النفسية وثقته في نفسه؟ لو عايزة رأيي، طبعا صحته النفسية أهم من مليون مادة. وعشان ما تفهميش كلامي غلط، أنا مش بقولك سيبيه ما يذاكرش ولا يسقط مثلا لا قدر الله، بس اللي أنا بقوله لحضرتك إن مفيش حاجة في الدنيا أهم من علاقتك بابنك إنها تكون إيجابية وسوية، ويبقى حاسس على طول إن ماما بتدعمني وفي ظهري وبتثق فيا وفي آرائي. والحاجة التانية صحته النفسية. هنعمل إيه بتفوق ولادنا يا جماعة لو حياتهم مليانة اضطرابات وأمراض نفسية بسبب اللي بيشوفوه مننا ومن المدرسين؟ وبالمناسبة كده نقطة بين قوسين، رأيي ده برضو بينطبق على أي حاجة ليها علاقة بالألعاب الرياضية. لو الكابتن ولا الكوتش بتاع ولادي بيهنهم وبيهزقهم وبيشتمهم وبيضربهم، معلش أنا أسفة، لو طريقته ما اتعدلتش أنا هسحب ابني من التمرين إن شاء الله يا رب لو كان داخل الأولمبياد. وأنا هعمل إيه بابني ولا بنتي وهم أبطال عالم بس شخصيتهم متدمرة وصحتهم النفسية زي الزفت؟ وخليكي متأكدة إن ابنك مش هيقدر حرصك على مصلحته الدراسية على قد ما هيفتكر ضغطك عليه إن انتي عايزاه يروح لمدرسة ممكن تحطه في موقف بشع قدام زمايله. فحضرتك بتقولي أقنعه إزاي؟ لا لو سمحتي ما تقنعيهوش وقولي له يا حبيبي انت عندك حق وانا مش هوديك للمدرسة دي. طب اعمل ايه؟ تدوري حضرتك وهو على مدرس ولا مدرسة تانيين شاطرين في مادة الساينس برضو، بس ناس محترمة وبتقدر الولاد ومفيش حاجة اسمها بتهين الولاد ولا بتهزقهم. وكلمة أخيرة مني لكل أم، أرجوكي 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 ما تخليش أي حاجة في الدنيا ولا تفوق رياضي ولا حتى تفوق دراسي تقف في طريق علاقتك بابنك إنها تبقى إيجابية وإنه يحس إنك في ظهره، ولا طبعا في طريق صحته النفسية وثقته في نفسه. سلام عليكم.